وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. Kwenye siku hii ya leo ya Jumatano, kwenye kawaida ya dars ambayo inakuwa baada salat al-fajr, نبدأ درسا جديدا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، kwenye tarehe ya 17 من شهر ربيع الأول لعام 1447 الهجرية. وكتاب الداء والدواء كما alivyoita mwenyewe au الجواب الكافي، سبب تأليف هذا الكتاب هو سؤال. سبب iliyomfanya الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى aandike kitabu hii ni swali aliouliza, ikampelekea aandike kitabu kizima kwa sababu ya swala moja tu. وهكذا كثير من كتب العلماء، vingi katika vitabu za maulama utakuta sababu التأليف هو سؤال. كعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، السؤال الأوليزا كانديكا عقيدة الواسطية، لذلك إلى أهل واسط. ولذلك الحموية سبب سؤال. وكثير من تصانيف العلماء huja mtu akaandika kitabu pengine kwa sababu ya swala tu aliuliza. ومن ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب جليل عظيم النفع، قد انتفع به خلق كثير كما نمنا نوتاج أهل العلم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإمام معروف مشهور، وهو من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تأثر به كثيرا ولازمه حتى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك باختصار يعني حتى تحتاج ترجمة ndefu ما يتعلق به، بل اسمه anajulikania kwa الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب. بعض ومن التعريف هنا يختلف بعض النسخ. قال محمد بن أبي بكر ابن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الملقب بشمس الدين. ومنهم من يذكر محمد ابن أبي بكر ابن أيوب، محمد بن أبي بكر ابن أيوب الملقب بشمس الدين، أما لقب ياكن شمس الدين، كن ياكن أبو عبد الله، لكن معروف بابن قيم الجوزية. الجوزية هذه نسبة kwenye madrasa ambao kana abuhu qayyiman عليها، ndiye ambaye alikuwa ni msimamizi kwenye madrasa. فنسب هذا الإمام إلى هذه المدرسة، لذا قال ابن قيم الجوزية أصلا مدرسة ambao kana abuhu يعني babake قيما عليه. قال هنا
وقد ولد ابن القيم في 7 من صفر سنة 91 بعد الألف، يعني tarehe 7 mwezi wa pili Safar fungo 5 kwenye mwaka wa 600 أنا قلت إيش 91 و600 91 و600 mwaka 691 هجرية. قال: ونشأ في بيت علم وفضل وتلقى علومه الأولى عن أبيه، وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في عصره. نشأ في بيت علم وباباك يكون مصمم وفاضل، وتلقى علومه الأولى عن أبيه. وهذه عادة كثير من العلماء. mara nyingi watoto wao wanaanza kusoma kwa wazazi wao, kwa sababu mzazi pengine ni kasoma, ni alim katika wanavyoni, fayakhudhu alilma kupitia babake. Na kuna baadhi ya ulama wanzaliwa kiwaishi mayatima au akifika umri fulani kabla albulugh baba kafa mama kafa, كالإمام الساعدي رحمه الله تعالى. قال: وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في عصره، وله في كل فن إنتاج قيم. ابن القيم رحمه الله hakuna fani isipokuwa له إنتاج. ukija kwenye tafsir, ukija kwenye sira au kitab Zad al-Ma'ad ambao ndani ametaja masail مختلفة, مسائل فقهية, السيرة وغير ذلك. وهذا الكتاب ألفه رحمه الله تعالى وهو في السفر. hakuna maraji labda tarudia aangalia. كتب كتابا على 5 مجلدات من ايش من ذهني, يعني معلومات kutoka kwenye akili tu, kaandika vitabu ambao sasa ni mujalladi 5 زاد المعاد. وله كتب كثيرة رحمه الله تعالى. ولذلك hakuna fani isipokuwa له يد طول فيها أو يد الطول فيه. قال: وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكرا كثيرا ويقوم الليلة، وكان سمح الخلق طاهر القلب. تبياك يعني لكون كتكوات وني أخلاق. وقد أعجب بابن تيمية إذا التقى به سنة 712 هجرية، ولازمه طول حياته، وتتلمذ عليه وتحمل معه أعباء الجهاد. kuanzia miaka hiyo aliposuhubiana na shekhi wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akamlazim na shida na taabu ambao alikuwa akipambana na kwenye masala ya jihad wakati huo. ونصر مذهبه وحمل لواء الجهاد بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة 728 هجرية. وظل يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس 13 من رجب سنة 751. ويمواك ambao alifia mwaka wa 751, kazaliwa mwaka wa 691, kafa 751. وكان رحمه الله بحرا زخرا بألوان العلوم والمعارف، وكان مبرزا في فقه الكتاب والسنة وأصول الدين واللغة العربية وعلم الكلام وعلم السلوك وعبارات المتصوفين وغير ذلك. وقد انتفع الناس به وتتلمذ عليه العلماء، ولا تزال مؤلفاته حتى اليوم مصادر إشعاع ومنارات التوجيه. فذكر علماء يعني عن ثنائه الإمام رحمه الله تعالى، لكن لا نطيل الكلام عليه، فهو معروف ومشهور بعلمه رحمه الله، لكن تنجلكني بابن القيم وإلا اسمه كما هو معلوم. ذكر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بسم الله هذا بدأ كتابه بالبسملة، قال: بسم الله.
والباء هنا معنى استعانة. وابتداؤه بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله، وأنزلني كسباب يا قرآن. Qur'ani imeanza na bismillah. Sura ya kwanza au sura al-Fatiha imeanza na bismillah. Kadhalika iqtidaan bin Nabii sallallahu alayhi wasallam fi murasalatihi ila al-muluk. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifanya murasala, akiandika barua kuwapelekea wafalme, ilikuwa ikianza na bismillah. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. لكن هذا الحديث ضعيف، وحسنه بعض العلماء كابن الصلاح وكسما حديث ضعيف، لكن يكون يكون جيه نينك، والضعف يصله الانجبار بمجموع طرق، فقالوا حسن كما قال ابن الصلاح، ولكنه ضعيف كما ذكر أهل العلم. ثم قال: وبه نستعين. به يعني الله سبحانه وتعالى نستعين، كما يقول يعني لا نستعين إلا على الله. ثم قال: سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه، يكون بعض نسخة أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد، وقيل قال فما يزداد، والصحيح قال تزداد يزداد، تزداد لأنها بلية، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. هذا هو سؤال ambao ujiha aliuliza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambao ilimpelekea akaandika hii kitabu kwa sababu ya hii swali ambayo imetanguliza kwenye hii kitabu. ولذلك قال يعني صير الإمام العلامة المتقن: ما تقول سادة العلماء، يعني مسماجه ambao ni سادة العلماء يعني علماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. أئمة الدين يعني علماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وهذا يجوز وإن كان الترضي غالبا للصحابة، mara nyingi رضي الله عنه inaambiwa sahaba، لكن يقال كذلك أسيق وصحابة. ولذلك يستدلون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وهنا يدخل فيه العلماء، لكن غالبا mara nyingi kitemka taradhi inakuwa ya sahaba, والرحمة للعلماء أو غيرهم. قال: في رجل، wasemaje juu ya mtu ambaye ibtulia bibaliya, ambaye ameonjwa na maradhi haya, وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، na akajua wazi akiendelea kwenye hii hali aliyonayo itamharibia dunia yake na akhira yake. وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، anjaribu ili kujiweka mbali na kujiepusha na kujitoa kwenye hii balaa
kwa kila njia, lakin fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan, lakini kila pakikuta anafanyaje? Inazidi kuwaka na inazidi kwa ngumu zaidi. Fama alhilatu fi daf'iha wama at-tariqu ila kashfiha. Fama alhila, njia gani ambao waweza kutumia kuondosha hii shida au hila, na njia ya kuweza kuondosha hii bala. Farahimallahu man aana mubtalan wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Farahimallahu man aana mubtalan, Allah amraham yule ambaye atakayemsaidia ambaye ana mitihani, mubtala kaonjwa. فهذا مما يقتضي يعني رحمة الله، وهذا عون. kwa sababu mtu anaweza kuwa mwingine ameonjwa na mitihani, ameonjwa na balaa, fatuinuhu fi kashfiha, pengine ukamsaidia ile balaa aliyonayo iwe ni sababu ya kumondokea kwa msaada wako. ولذلك ختم قوله بهذا الجزء من الحديث، هو حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس كما هو ثابت في الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah yuko kwenye hali ya kumsaidia nani? Mja. Pindi mja atakapokuwa na yeye yuko kwenye hali ya kumsaidia ndugu yake. Kila mtu anapokuwa anamsaidia ndugu yake Muislamu, yani sawa ni Muislamu ndugu yako kwa nasab, ni sababu na yeye kupata usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala aftuna majurina rahimakumullah. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه البلية هي العشق. hii balia na mtihani ambao aliopewa huyu bwana, anauliza kwa kila kijaribu huona mambo huzidi badala ya kupungua, ilikuwa ni mtihani wa al-ishq. Ishq ni mtu kupenda wanawake, wal-ishq hadha kama yaquluna da'un udhal kad a'ya al-atibba, ni maradhi ambayo sugu hayana dawa au yana dawa. yana dawa, si ndio? ولذلك ذكر هذا الكتاب. auliza ndo akaandika kitabu, lakini hawa wengine wakwambia maradhi yote ugua, lakini mahaba, kwa mahaba yana dawa. yani mtu aweza kuugua maradhi yote akapata tiba, lakini nakwambia isipo kwa mahaba. na hakika yani mahaba ishqi ni marad khatir. mtu awe kazi yake ana ishqi, kupenda wanawake tu. unakumpenda mtu kawa ni mtu kaoa ama masala mengine, lakini ishq ambayo inampelekea mtu kufanya haram, zina. ولذا هذا هو المقصود من سؤال هذا السائل، كما أنا utaja بعض أهل العلم kwa haya maradhi anayouliza huyu ni maradhi ya ishq. wa ishq hadha ni hatari, kwa sababu ni maradhi sugu, na mpaka mtu kutoka huwa pana dharubu. ndio wale wakapiga mfano kina majunun Laila. majunun Laila yani kwa wazimu kwa sababu ya nini? yani mahaba. walidha kama kila mmoja aliposema qultu ismahu li an afuza bi nadhara, qultu ismahu li an afuza bi nadratin wad'u al-qiyama ba'da dhalika taqum. yani kwa sababu ya ishq tu sema jamani, ismahu li an afuza bi nadhara, niacheni angalau nifanyaje, nimuone huyo anayempenda. kisha wad'u al-qiyama ba'da dhalika taqum, baada hapo acheni kiyama kisimame, tayari mimi nishamuona yule ambaye nampenda, basi hadha ishq. وقال بعضهم الحب داء عضال لا دواء له يحار فيه الأطباء النحارير قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا في وصفه فإذا بالقوم تقصير. كما الحب عشقي داء عضال لا دواء له،
هذا قول شاعر، وإلا شيخ الإسلام ابن القيم يذكر الدواء. الحب داء عضال لا دواء له. سما penzi haya ni maradhi sugu, yani hayana dawa, yani dawa za kienyeji hakuna. Ama ziko lakini utakuta mtu ajiita kwa kuwa ni mganga wa mahaba. Kuna waganga wa mahaba, kuna waganga wa kuleta riziki, kuna waganga wa kupeana kazi. Ikiwa kuna mwanamke amtaka, basi watafuta njia ya kumfikia, umfikia, au hakutaki basi yeye atakufanyia. وهذا يقال السحر ايش؟ السحر العطف، وهذا كفر هو كفيري كما لو تاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال يحار فيه الأطباء النحارير. يحار wanakuwa na tahawur, hata wale madaktari bingwa an-naharir wanashindwa kutibu haya maradhi. قال قد كنت أحسب أو أحسب أن العاشقين غلوا، يعني wamekuwa na ghulu kwenye kupenda wao, lakini fi wasfihi fa idha alqawm fihi taqsir. Haya ni mapungufu ya watu. ولذلك هذا هو سبب السؤال. ولذلك قال رحمه الله في جوابه، قال فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله، قال الحمد لله. أما بعد، فبدأ في جوابه بالحمد لله. والحمد هو وصف المحمود أو وصف المحمود بكمال الصفات مع محبة وتعظيم. kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa za ukamilifu, na ndani kupatikana mahaba na taadhim. Unapomsifu kuwa na mapenzi na kumtukuza. Wa illa inakuwa ni madh. Ikiwa hakuna mahaba, hakuna taadhim kwenye kumsifu Allah, hiyo inaitwa madhan wa laysa bihub. Na madh, sangine mtu akaja akamsifu mtu, fulani ni hivi, fulani ni hivi, lakini pengine ana haja tu anaitaka, lakini kwenye moyo wake hana mapenzi na yeye kabisa, fahadha yuqalu madh. Lakini mtu anapomsifu Allah subhanahu bi sifatihi alkamal, ni lazima awe ndani yake ana mapenzi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kwa jumla ibada yote, huwezi kufanya ibada ila ndani kupatikana nini? Mahabba. Kwanza ibada na mahabba kwa yule ambaye unamfanyia ibada. لله يعني المحامدة أو المحامد زوت زكي الله سبحانه وتعالى. قال أما بعد، أما بعد هذه سنة، هذه سنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما كن يخطب زكي. أما بعد يعني بعد ما تقدم من هذا السؤال. قال فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هو استهل رحمه الله تعالى في جوابه بهذا الحديث، أم ينزل كجيب جواب يسأله وحديثه أبي هريرة أمر في صحيح البخاري. والحديث هذا الشامل، حديثه إنما يعموم وشمول. ولذلك imetangulia ma ambayo ni nafia, ثم قال داء وهي نكرة. والقاعدة عند الأصوليين وسمى النكرة في سياق النفي تفيد العموم. kwa itakuwa ikiwa ni umum, maana yake inakuwa inaingia adwa almaanawiyya wa aladwa alhissiyya. معنوية فيكون ايش؟ شبهات نا شهوات. والحسية ما يتعلق به بالابدان، maradhi ambayo yanahusiana na maradhi ya miili. Mtu kauma mala fulani, anaumwa sehemu fulani. Na maradhi maanawi
ni mtu kuwa na shahwa wa huwa munasib kwenye hii swali au kuwa na shubha. Lidha hii hadithi inaingia kwenye hali zote mbili. Ndio kaanza kwenye jawabu na hii hadithi akisema ma anzala Allah, yani ma qada Allah au ma awjada Allah da'an illa أنزل له شفاء. وهذا من جوامع الكلم. ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. إذا كوا أين يداوى هي نتميك kwenye sehemu fulani, dawa hii inatumika na maradhi fulani, dawa hii inatumika mahala fulani, lakini huwa qala bikalimatin au bijumla mukhtasara ambayo inakuwa ni jami' min jawami' الكلمة. ولذا قال ما أنزل الله داء. وداء يعني المرض. na maradh kama tumetaja kwenye hizo hali mbili, isipokuwa maradhi hayo yana nini? Yana shifa yake, yana dawa yake. Sawa yani maradhi ya shubuhat na shahawat au maradhi yanofungamana na mili. Ndio kitabu kakiita ad-da'u wad-dawa. Da maradhi na dawa yake. أو الجواب الكافي. جوابه ينان لمن سأل عن الدواء الشافي بينه وبين لكون عشق. ثم قال وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء يعني مرض، يعني دواء. فإذا أصاب دواء الداء، ile dawa ikisibu kwenye ule ugonjwa, bari ya biidhnillah. Dawa zinategemea, mtu anaweza akapewa dawa ikawa kweli hii dawa inatumika kutibu hali hii, na ikiafik hii dawa juu ya haya maradhi, kwa hii ndio dawa ya hapa, anaweza kupoa biidhnillah. Walidhalika huna allaka الشفاء باذن الله. وإلا inaweza kuwa dawa ni sahihi na maradhi haya alionayo ndio dawa yake hii, na aweza kutumia hiyo dawa na maradhi asifanyeje, asipone. ولذلك هذا التعلق وهو الشفاء هو بإذن من الله، هي دواء لسبب. ولذلك ndio ikawa la yajuzu الاعتماد على السبب، kutegemea sababu kwa hiyo ndio suluhu ya hii shida, hadha haramun, bali inaingia kwenye shirku al-asghar. Liyakun dhalika sabab bas, chukua ni kama sababu, na sisi ni maamuruna bi akhdhi al-asbab, lazima tuchukue sababu. Kwa sababu ingekuwa hatufai kuchukua sababu, lama anzala Allah shifa. Hata ilipokuja kwa Allah akateremsha kaleta haya maradhi, qaddara hadha al-marad na akaweka dawa, المقصود ايش؟ tutakia tufanye البحث عن دواء المرض واخذ السبب مع الاعتماد والتوكل على من؟ على الله. وان كان هذه مساله اختلف فيها العلماء، هل mtu akipata na shida ya maradhi au غير ذلك هل ياخذ الاسباب au yatawakkal ala Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuponya, asichukue sababu yote. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يأخذ إيش؟ السبب، والسبب لا ينافي التوكل على الله. هاي بينغان. ومن ذلك هذا حديث يا كwanza na hadithi ya pili، ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. هذا دليل على جواز أخذ السبب من غير الاعتماد. حديث يا pili حديث يا جابر كما في صحيح مسلم، لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء، dawa ikisib yale kwenye yale maradhi anaweza kupoa, lakini ايش قال باذن الله، برئ باذن الله. باذن الله بمعنى ايش؟ بقضاء الله وقدره. الاذن
إذنان كما هو معروف، إذن شرعي وإذن كوني. إذن هي كشريعة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني wanruhusiwa sasa wale ambao walikuwa wakipigwa wakidhulumiwa na wao haya wapambane sasa kwenye jihad. هذا إذن شرعي. أما هذا أو في قوله تعالى وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن هنا إذن كوني قدري، أي إلا بقضاء الله وقدره، ikiwa Allah amekadiria litampata. Na hapa vile vile ikiwa Allah amekadiria kupona kupitia hiyo dawa, pamoja kwa ni dawa sehemu yake, fa huwa yashfa fayabra biidhnillah. Na ikiwa dawa iliyotumika sio mahala pake, hadha yati bi khalfiyat ukhra, ambayo ni adharar, inaweza kuleta madhara. Wangapi ambao watumia dawa sizo hazinasibiana na yale maradhi, badala kuponya maradhi akafanyaje, ikaleta madhara zaidi. Lakini yote haya biidhnillah, lidha qala baraa biidhnillah. ثم قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. هذا زيادة، إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. hakuna dawa isipokuwa Allah ameleta dawa yake, hakuna maradhi isipokuwa yana dawa yake. alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Hadha yakhtalifu bi ikhtilaf an-nas. Kuna mtu aweza kafika akajua hii ni tiba ya maradhi fulani, na kuna mtu ambaye akawa ni jahil, hajui kama hii inatumika kwa tiba fulani, anijua maradhi fulani. Lidha hadha tafawut baina an-nasi fi idraki ad-dawa. Kuna mtu anaweza kujua kafika hii ni dawa, na kuna mtu ambaye akabaki kwenye jahili, hajui kama hii ni dawa. Walidha qala alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Wa fi lafdh qala inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan. qalu ya rasul Allah ma huwa? qala al-haram. qala at-Tirmidhi hadithun صحيح أو حسن صحيح. الهرم ليس له دواء. الهرم uzee ukifika hauna tiba tena. ولذا قال إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. isipokuwa ايش؟ moja tu, داء واحد. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. فالهرم ليس له دواء. uzee ukifika umefika, hakuna tiba ya kuregesha ulipokuwa, yani الكبر. والحديث هذا صحيح. ثم قال ابن القيم رحمه الله، قال بيانا لهذا الاحاديث التي ساقها، كبنيش هذا الحديث، قال ويعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. قال وهذا يعم، إشارة ونيزة حديثا بذا من تنوليها. حديث يا قانزة أبي هريرة، حديث يا بيلي يا جابر، حديث يا تات في مسند الإمام أحمد، حديث يا أسامة. زوت هذه حديث يعم في ماذا؟ قال أدواء القلب والروح، مراضي يا مويو، والبدن نمراضي يعني كميل. قلنا من أمراض القلب إيش؟ شبهات، شهوات، وغيرها من الأمراض، الحسد، الحقد، hizi maradhi ambayo yafungamana na moyo. والبدن maradhi haya miili kawaida. وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. na jumla hayo kwa Mtume sallam kajalia kwa ujinga ni moja katika maradhi.
na ujinga ni maradh ايش البدن او مرض القلب مرض معنوي او حسي معنوي لكن جعل الجهل داء نسؤال العلماء ndio ايش dawa ya ujinga yani mtu ana jahil lakini kawa tiba ya ujinga alionayo ni suala alulama kuuliza wale ambao ni ahli alilm ولذلك يقولون الجهل هذا ضربة قاصمة قاصمة ايش الظهر mtu akiwa ni mjinga saa nyingine anakuwa kama nzi tu الجهل ايش مثل الذباب لا يقع الا على الجيفة au sempa najis kwa sababu mtu akiwa ni mjinga huongozwa na ujinga wake ni kama mfano nzi hashuki isipokuwa kwenye mahala penye nini chafu ولذلك الجهل يكون كالذباب يسوقه جهله اينما توجه yanaenda kupitia ujinga wake ولذلك يقال هذا الداء ni maradhi ambayo khatar ودواء هو سؤال العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى العلم خزائن مفاتيحها السؤال elimu ni kama khazina zile lakini funguo zenye kufungua hizi khazina ni wa السؤال وهنا جعل الجهل ni moja katika maradhi hatari mtu akibaki kwenye ujinga hataki kusoma dini yake hataki kujua sheria فيكون جهله خطير لذا قال روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه يعني جابر سمع tulitoka kwenye moja katika safari فأصاب رجلا منا حجر mmoja katika sisi akapatwa na jiwe kupigwa jiwe la kichwa fashajjahu likampasua likamtoa jeraha ya kichwa ashajju huwa aljurh ala fi الراس au fi alwajh jeraha kwenye sehemu ya uso au sehemu ya kichwa yuqalu ashajju qala fashajjahu fi ra'si thumma ihtalam ubana alipigwa jiwe akapasuliwa usiku wake akaona ndoto yani akaota kwa hiyo afanya tendo la ndoa kwenye usingizi thumma ihtalam kwa hiyo alipofanya ihtilam maana yake akapata janaba sasa analazimika afanyeje aoge au la min as-sahaba qala fasala ashabahu qauliza wenzake hadha as-sahabi khafi alayhi al-hukm akauliza masahaba mwenzake mwanambiaje jameni mimi nimepasuliwa na jana nimeota na janaba kwa hiyo mwanipa mwongozo gani faqala هل تجدون لي رخصة في التيمم naweza kutayammam labda kwa sababu hii hali nilionayo قالوا ما نجد لك رخصة bwana hakuna ruhusa oga tu wewe aftau alayhi biish بالغسل kama hakuna ruhusa ndaka oga tu hakuna tayammum قال ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل bwana akachukua fatwa ya nani ikhwana faktasala famat kwa sababu alipooga maji aliingia kwenye nini kwenye jeraha ikawa sababu ya huyo kufa فلما تقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الخبر فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن تيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسه عليها ويغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم فغضب قال قتلوه ومموا نانيا ومموا وانزاو قتلهم الله
ala saalu idha lam ya'lamu, kwani wasiulize ikiwa hawajui. Fa inma shifaa'ul 'ayy, huna dhakara shifaa'ul 'ayy ay dawa'u al-jahl. Al-'ayy huwa al-jahl, fa inma shifaa'ul 'ayy as-su'al. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. فلذا قال فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، ilikuwa tayammum ويعصر أو يعصبه. يعصب بمعنى واحد، kufunga kwenye ile sehemu ya jara, funga kitambara ala jurhihi khirqatan, yani kitambara, thumma yamsahu alayha, apanguse juu yake, wayaghsilu sa'ira jasadi, alafu mwili uliobakia afanyeje? Aoshe na maji. Lakini hii sehemu itakuwa ameifunga, atapangusa tu juu yake alafu aoshe mwili wake. Wal hadith hadha hasan. هذا من خطورة ايش؟ الإفتاء في المسائل بالجهل. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. haya yalitokea kwenye zama mtume uko hai, na yametokea baina ish ashabi. Ama kwenye zama zetu hadith wala haraj. Hizi zama ambazo tuko nazo, mtu yusaddiru lilifta au yajlis akae kwenye idhaa, nuulizeni, kazi yake ni kuuliza kujibu, ambayo ni hatari zaidi. Huenda mtu akauliza akajibu jawabu ambalo sio sahihi. Al-Imam Malik rahimahullah aliuliza mangapi? 40 asila 40. Jaa rajul min Khurasan, ankata masafa mpaka Madina kwa Imam Malik rahimahullah yasaluhu. Min 40 ajaba عليها كم؟ 6. masala 6 ndo alijibu, kwa sababu ndo anayajua. Imam Darul Hijra min a'immati ad-din. Yalobakia qala ish, akiuliza la adri, uliza la adri. Bakale bwana akashangaa, imamu nzima la adri. Akamwambia si aibu, wewe panda nenda huko watangazie. Nimemuuliza Imam Malik anasema hajui. Wal ulama wale ambao عندهم ورع وخشيه haoni kwa naibu kusema sijui. Lakini sisi subhanallah, mtu hataki kuonekana ni mjinga, yuhawil an yujib, wa illa yaqul wallahi hadhihi almas'ala mukhtalafun fiha. haya mas'ala yana khilaf, qawl alawwal kadha wa qawl athani kadha, na hakuna lolote, lakini tu atoke kwenye ile jawabu, wa illa qul Allahu a'lam au la adri, sijui. Kuna aibu? Hakuna aibu kusema la adri. au mwenzako inshallah acha nipe nafasi na kuangalilia, lakini kutandika tu hivi waulize watandika tu, هذا حرام. الافتاء بغير علم هذه من كبائر. القول على الله بلا علم، usema usilijua kwenye dini, hadha la yajuz. Walidhalika moja katika hatari ni fatwa ambayo impeleka mtu akafanyaje, fatwa iliyompeleka mtu akafanyaje kafir. Wa kam اليوم من الناس يفتون في المسائل الكبيرة، في المسائل الكبيرة. kwenye masala dima mtu atoa fatwa tu, bana yafaa hivi fanya, mtu aenda kaue, wa anta ta'khudhu dhimmatan alayhi. وهذا لا يجوز. ولعل نقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم